السلام عليكم الأصدقاء. أعلن محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي أنه اتفق مع الدولي المصري السابق عمرو وردة للانتقال إلى صفوف الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شكون هو اللاعب عمرو وردة وشكون هما الفرق اللي لعب فيها والألقاب اللي حرز عليها وجميع الإحصائيات والمعطيات الإيجابية والسلبية للاعب المصري. باش تعرفوا جميع التفاصيل بقوا معنا حتى الآخر. في تصريح لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد المصرية، قال محمد بودريقة أنه أتمم الاتفاق على كل الأمور المادية مع اللاعب عمرو وردة من أجل الانضمام للرجاء الرياضي لمدة موسمين. وذكر الرئيس أنه ينتظر فقط حصول اللاعب على تأشيرة دخول الأراضي المغربية من أجل توقيع العقود رسميا. اللاعب المصري عمرو مدحت محسن وردة عنده 29 سنة، كيلعب في مركز وسط ميدان هجومي. بدا المسيره الكرويه ديالو في نادي سبورتينغ الاسكندري قبل ما يلفت انظار نادي الاهلي المصري اللي غادي ينتقل ليه في سنه 2011 وكان في عمره فقط 17 سنه. وبسبب كثره النجوم فريق الاهلي في تلك الفتره ما خداش ورده الفرصه ديالو كامله من اجل اثبات ذاته داخل الفريق لتتم اعارته لفريق اتحاد الاسكندري. وبالفعل اثبت اللاعب نفسه مع الاتحاد وكان من ركائز الفريق الأساسية ليعود للأهلي اللي قرر بيع عقده لفريق بانيثينايكوس اليوناني عام 2015 اللي قضى معاه سنتين، لعب فيها 39 مباراة وسجل 9 أهداف. وفي سنة 2017 غادي ينتقل لنادي باوك اللي لعب معاه 17 مباراة وسجل هدفين فقط، ليخرج اللاعب على سبيل الإعارة ويلعب في العديد من الأندية في الدوري اليوناني. وفي سنة 2021 غادي ينتقل للدوري القبرصي. أما مجموع إحصائياته مع الفرق فراه لعب 274 مباراة، ساهم في 99 هدف واستطاع يسجل 55 هدف وأعطى 44 أسيست في مساره الرياضي. وفي الموسم الماضي لعب 32 مباراة، ساهم فيها في 12 هدف بحيث سجل 5 أهداف وأعطى 7 الأسيست. وتدرج عمرو وردة ضمن جميع فئات المنتخب المصري ولعب 30 مباراة دولية مع المنتخب الأول اللي حرز معاه على وصافة كأس إفريقيا 2017 وشارك معاه في كأس العالم بروسيا 2018. وتوج اللاعب المصري بالدوري اليوناني في مرة واحدة وكأس اليونان 3 مرات، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني سنة 2017 وجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي عام 2022. وبالنسبة لأبرز سلبية اللاعب وردة فراه كتمثل في عدم الانضباط داخل أغلب الفرق اللي مثلها، بحيث تعرض للإبعاد من فريقين في اليونان لأسباب انضباطية واتهموه بالتحرش الجنسي. ثم تكرر نفس حادث التحرش في معسكر المنتخب المصري مما عرضه للطرد سنة 2019. وسينضم عمرو وردة للرجاء الرياضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين سيتلقى خلالها 240 مليون في العام الأول و240 مليون في العام الثاني. إخوان شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وديروا جيم إلا عجبكم الفيديو. تهلاو.